هذا فد يوم من الأيام واحد طالع هنا بالساحة، شلون هاي مدينتكم؟ طالع بساحة يومية يروح ويجي بيها للشغل، ساحة يفوت بنصها. فد يوم طلع بالطريق بهاي الساحة شاف غرفة مبنية، شلون نقول غرفة بلو كفر مبنية حجرة. قال بداخله متى بنيت هذه الغرفة؟ هذا راح ورجع بالليل عنده مبدأ محاسبة ويا نفسه، حسب ويا نفسه، من طلع لما رجع وصل يم هالنقطة. قالها ويحكي سألتي عما لا يعنيكي، شنو الشغل بالغرفة؟ منو بناها؟ منو شو يسوي بيها؟ وش عنده؟ شغلك؟ يسألك الله يوميا على الغرفة، يوم القيامة على هاي الغرفة؟ والله لأعاقبنك بصيام سنة، بعد سنة 12 شهر انت صايمة حتى تتأدبين ما تسألين. وانا فارش لبساط بنص الشارع، هاي مرت فلان ايش عندها طلعت؟ هذا فلان دق هورن المن، هذا باب سيارتين شي سوون، هذا باع بيته ايش قد ربح بيه، هذا باع سيارته ايش كم ورقه حصل بيها. مو اكو ناس مدوخر واحد بشيل لي الله، لا الله يسالها ولا يمك ولا قربان. هذه محاسبه النفس. هذا سال على الغرفه متى بنيت هذه الغرفه. شيخ عباس القمي رحمه الله عليه صاحب المفاتيح، مو متفضل علينا الرجال الله يرحمه ورحمته. اكو بيت يخلو من مفاتيح الجنان، اصبع عدل القران. شيخ عباس القمي فد يوم يصلي جماعه بمسجد، او اجا واحد، خو تعرفون انتم، خلي المساله نستفيد منها. يقول ان لو كانت الملائكه كتاب والبحار مداد والشجر اقلام لما احصوا اجر ركعه واحده من ثواب صلاه الجماعه. اللي عندنا احنا ما نهتم بها ترى، مو الكثر ناجحه، مساجدنا تكاد تخلو، الاذان يصدح والاسواق عامره بالبيع والشراء، ما يفرغ روحه فرد ربع ساعه يروح يتوجه الى الله ويصلي. تعرفون صلاه الجماعه من تجي تلقي الامام راكع شو تسوي؟ تستعجل حتى تلحق تصيح يا الله، يعني تسمع الامام حتى يستمر على الركوع لما تكبر وتركع حتى تدرك معه الركعه، لان اذا رفع راسه راحت عليك هاي الركعه، كنت تنتظر للثانيه. شيخ عباس القمي يقول كان يصلي امام مسجد فد يوم، راحوا له قالوا ما طلعت للصلاه اليوم؟ قال بطلت بعد ما اجي الان ارتب وضعي. لحوا وياه سيروا عليه شيخ عباس شنو الخبر؟ قال لهم عمي امس واحد انا راكع ودخل واحد صاح يا الله، الصوت اجى بعيد، من اجى بعيد فعرفت ان الجماعه كبيره اللي تصلي وراي، صار عندي نوع من الفرح، يعني انا فرحت يا روايه ناس تصلي وراك شيخ عباس، انت اليوم علامه صرت. فانا يظهر نفسي ما متربيه، بعد هي الراد لها شويه غربله، خل اربيها وادبها يلا يطعصل يقرا. ما شاء الله شو عندي حضور بالالاف، ما شاء الله فضائيتين ثلاثه صعدت عندي وصعدت كلامي سمعته. هم يوم القيامه يقول لي الله خذ اجرك ممن كنت تعمل له، فكرت بالفضائيه والحضور والناس، روح للحضور خليتك ثواب، انت ما اشتغلت لوجهي، مو وجهك اللي حساب له، مو الله يريد صافي. بل انا تشرك بعملي شيء ما اريده، لازم العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى.